السلام عليكم. معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. احنا النهاردة كنا محتارين نعمل ايه للأكل. قلت والله هقوم اعمل بيتزا، بس انا كسلانة طبعا، مش قادرة بقى لا اعجن ولا اخبز ولا الكلام ده خالص. فقلت يلا بينا نعمل اسهل بيتزا في الدنيا. يلا بينا. بصوا هي شكلها عامل ازاي، تحفة، وكمان حجمها كبير جدا. انا حطيتها لكم على السيليكون المفرش السيليكون عشان تعرفوا مقاسها. هي مقاسها كان 40، يعني صينية مقاس 40 ما شاء الله، وكانت تحفة. وكمان المكونات بتاعتها كانت بسيطة جدا وسهلة ومش مكلفة. كمان انا ما كانش عندي موتزاريلا، يعني مش هعمل بيتزا، لا هعمل بيتزا. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي وبايه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. انا جبت كده لفة جلاش، ومعايا هنا جبنة قريش. طبعا هتستغربوا جبنة قريش ازاي، والله طلعت تحفة. طبعا انا كنت نقعاها في المية عشان تنزل الملح بتاعها عشان كانت حادقة. ومعايا هنا هو سوسيس مقطع، ومعايا آه يعني زيت وسمن، ومعايا كده طماطم متقطعة وفلفل متقطع وزيتون متقطع، يعني الحاجات الموجودة عندك في التلاجة. خلاص هدهن كده الصينية بتاعتي بالزيت والسمن من تحت كويس جدا. وهنحط بقى ايه رقات الجلاش علشان تبقى معاكي مورقة وكده وطرية كده وجميلة. احنا هنحط رقات الجلاش زي ما هتشوفوا كده بالظبط. بصوا هجيب بقى رقات الجلاش كده هون، ومش هحطها كلها في الصينية. هخلي كده نص ورقة الجلاش بره الصينية، والنص التاني جوه الصينية. هي بس في الاول كده الورقتين الاولانيين كده علشان يغطوا الصينية من تحت. خلاص وهدهن بقى ايه ما بين كل ورقتين كده زيت وسمن. اهو بصوا بقى هنبتدي ايه نفتح الدايرة. هنحط تلتينها، تلت الورقة، تلتين الورقة جوه الصينية والتلت بره، وهكذا بقى لغاية اما نجمع كل الورق ده كله في خطوة واحدة. خلاص اهو هنبتدي بقى، بصوا نوسع الدايرة. اهو بقت ايه نصها او تلتها جوه الصينية والتلتين بره. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وهنشيل كده ورقتين يبقوا بره الصينية علشان نغطي بيهم الوش من فوق. اهو بصوا بقى الطريقة دي يا جماعة سهلة جدا جدا، وبيطلع كده مورق وكله شارب من السمن والزيت بتاعه، والحشوة جواه هتبقى تحفة. يعني كده حاجة كده من الآخر، سهلة وبسيطة، والله ما خدت وقت خالص. طبعا وانا شغالة كده انا مولعة الفرن على درجة 180 علشان يسخن، عشان اول ما اخلص الصينية هحطها في الفرن على طول. بص بقى هجيب الجبنة القريش واصفيها كويس جدا 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 من المية. اعصريها بقى وصفيها كويس جدا من المية. وهبتدي كده هو اخد نصها، هحطه بقى جوه الصينية كده، وهاخد كمان نص كل حاجة عندي. هحط نص السوسيس، وهحط هو السوسيس بس والجبنة. وهجيب بقى بيضة كده هحط عليها ملح وفلفل واضربها كويس قوي، واوزعها في قلب الصينية من جوه. هبتدي بقى اجيب الرقات اللي بره بتاعة الجلاش واغطي بيها كده الحشوة، وكل رقة هحطها هدهنها زيت وسمن. هبصوا بقى بالطريقة ديت، والله سهلة جدا ما خدتش وقت خالص. بالكتير هو 10 دقايق عملت فيها
ظبطت فيها الصينية واخدت لها يجي تلت ساعة كده في الفرن، وكده خلاص الصينية عندي جهزت. هاخد كمان الورق المقطع واحطه في قلبها من جوه، عشان كده هو مش هيبان خالص. اهو زي ما انتوا شايفين بقى، اخد كل الرقات كده واقفلها على الحشوة. كانت بيتزا تحفة، والجبنة القريش فيها ما كانتش باينة خالص، وكانت طعمها جميل جدا. وعملنا لهم أكلة حلوة وسريعة، وكمان بنبقى محتارين كل يوم هناكل ايه النهاردة. حاجة كده سهلة وبسيطة ومش مكلفة وما أخدتش وقت، يعني حاجة كده هو من الآخر تحفة، وبألف هنا وشفا مقدما. خلاص كل الرقات بقى كده هو بتاعة الورق هجمعها كده وأدهنها علشان تورق معايا. ادهني بقى كويس جدا، علشان الدهان ده مهم عشان التوريقة. هاخد بقى اخر ورقتين اللي انا كنت سايباهم علشان اغطي بيهم الوش من فوق، وادخلهم كده في قلب الجلاش من تحت. هاتني كده الطروف بتاعتهم من تحت، اخدهم كده من تحت واغطي بيهم طبقة الجلاش كلها من فوق. ولو معرفتيش تعملي كده، ممكن تتني كده الحروف بتاعة الورق من فوق على بعضها، مفيش اي مشكلة، انت كده هتندمج كلها مع بعضها ومش هتبان خالص. خلاص، وهدهنها برضو كويس جدا من فوق ببقية السمن والزيت اللي عندي. وطبعا ما وثقوش الزيت يبقى نوع حلو، ما يبقاش ليه طعم ولا ريحة، علشان ما يبوظلكيش الصينية. هجيب بقى بيضة كمان واحط عليها كوباية لبن وملح وفلفل واضربها كويس جدا. ويا ريت ما تنسوش زيي وتحطوا معلقة خل، حطوا معلقة خل مع البيض واللبن. انا بصراحة نسيت احطها، بس مفيش اي مشكلة. هجيب بقى بقية الجبنة القريش كده واحطها على وش الصينية، واجيب بقى بقية الحشوات اللي عندي كله بقى، كل اللي عندك في التلاجة. السوسيس مقطع، وكمان كنت عاملة فلفل رومي مقطعاه شرايح، وكمان لو عندك زيتون اسود زيتون اخضر، كل اللي عندك في التلاجة بقى طلعيه وحطيه على وش الصينية، وهتبقى احلى بيتزا كلتيها في حياتك. اهو عندي بقى زيتون اخضر، ما عنديش اسود، عندي زيتون اخضر، مفيش اي مشكلة، بيبقى جميل جدا معاها. وزعته كده على وش الصينية، وكمان هحط شرايح الطماطم اللي انا عاملاها، اللي انا مقطعاها كده، تديها شكل حلو قوي وطعم جميل، وكده احلى من احلى بيتزا ممكن تجيبيها من بره. هجيب بقى البيض واللبن كده واوزعه على الوش من فوق. الخطوة دي مهمة لان بتخلي عندك الجلاش طري، والبيتزا اكنك بالظبط كنتي عجناها، يعني اكنه دقيق وعجناه، بتخليها بقى طرية جدا وفي نفس الوقت كمان مورقة وجميلة جدا. خلاص، واهتمي بقى قوي قوي بالطروف علشان الطروف ما تطلعش ناشفة معاكي. ويلا بقى على الفرن. وكده شكلها بعد ما طلع من الفرن، بصوا بقى ما شاء الله
زي ما انتم شايفين كده كبيرة جدا. انا حطيتها لكم على المفرش السيليكون ده عشان تشوفوا مقاسها. بصوا ما شاء الله، واخدة المفرش كله. وبألف هنا وشفا مقدما. تحفة تحفة. والجبنة القريش عشان نزلنا الملح بتاعها بقت عاملة طعمها زي الموتزاريلا بالظبط، في منتهى الروعة. متنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناة ودعوة حلوة. وبألف هنا. سلام عليكم.